السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم حاجة جميلة جدا. زي ما تقولوا كده بيتي فور غريبة، بس ولا بيتي فور ولا غريب. دي اسمه بسكوت اللانكشاير او بسكوت النشا. وهنحضر معاكم المقادير بتاعتنا دلوقتي. البسكوت ده يا جماعة جميل جدا، جربوه مش هتبطلوا تعملوه. انا تاني سنة اعمله السنة دي، بس بصراحة مش هبطل اعمله، يعني كل سنة ان شاء الله لازم اعمله للاولاد، لان مفيش حد اكله اللي هو عجبه جدا. ده الشكل بتاعنا. طبعا انا الحاجات اللي انتوا شايفينها دي هقول لكم عليها بالتفصيل في الفيديو بتاعنا. شايفين الشكل بتاعه؟ وطبعا المقادير بتاعته سهلة جدا وموجودة، يعني مش حاجة يعني صعبة شوية. انا بوريكم دلوقتي. انا جايبه 3 الوان بشكل بيهم، ودي المقادير بتاعتنا. طبعا زي ما انتم شايفين انا عملت المعيار بتاعي من كل حاجه. المقادير بتاعتي هتكون كوبايتين دقيق، انا حطاهم في 3 بولات، بس المعيار بتاعي حطيت 3 بولات بس هما كوبايتين. هنجيب كيس بيكنج باودر بس مش هنحط كله، وكيس فانيليا، ونص كوبايه سكر، ونص كوبايه نشا، وبيضتين لو مزارع، لو بلدي 3 كوبايه سمنه مقدوحه بلدي او سمنه صفرا، بس اهم حاجه تكون مقدوحه ومسقعينها في التلاجة. انتوا شايفين ازاي انا بضغط عليها؟ هي ساقعه بس في نفس الوقت سايبه شويه. طبعا هنبتدي التحضير بتاعنا. هنجيب بوله وننزل فيها السمنه بتاعتنا. البسكوت ده على فكره ما بياخدش وقت، وسهل جدا، واكتر وقت هياخده الوقت وهو بتشكليه بس، وانتي بتزينيه وانتي بتشكليه. طبعا هنحطين السمنه زي ما انتم شايفين متجمده، وهنجيب نص كوبايه السكر وهننخلها على السمنه. لازم السكر يتنخل، لان بيبقى فيه كلاكيع في السكر، واحنا مش عايزين يبقى فيه كلاكيع في العجينه بتاعتنا. خلصت انا كده. هنبتدي نعمل ايه بقى؟ هنبتدي نقلب في العجينة مع السكر كده، السمنة مع السكر نقلبهم، بس مش هينفع بالمعلقة. هنجيب مضرب كهربا وهنضرب بالراحة كده عشان ما يبهدلش مننا ويطير مننا شمال ويمين. شايفين انا بضرب ازاي؟ بناخده كده بنضرب، لازم السمنة تشرب السكر وتجانس الاتنين مع بعض. بالمضرب بقى، بالمعلقة، لو مفيش مضرب كهربا بمضرب عادي، بايدينا ممكن، بس احنا مش عايزين نعجن. زي ما انتم شايفين احنا مش عايزين نعجن العجينة دي عشان بتبقى دايبة، فاحنا مش عايزين فيها عجين ونعمل لها زي ايه، زي عرق. فاحنا بنبس الاول السمنة مع السكر كده، وبعدين بننزل بالبيض بتاعنا. البيض اللي معايا ده بيض بلدي. لو هنجيب بيض ابيض اللي هو بيض المزارع بيضتين بس، لو بيض بلدي يبقى 3 بيضات. وهننزل بال3 بيضات بتوعنا. بعد ما شفت العجينة انا شربت السكر في السمنة، وهننزل بالفانيليا. هنحط كيسين فانيليا، هننزل بيها على البيض زي ما انتم شايفين كده. وهنبتدي نضرب لحد ما العجين بتاعنا يبقى كل واحد. انتوا حاسينها كده انها قلبت على اصفر شويه عجينه بسكوت، بس هو طبعا بسكوت لانه اسمه بسكوت اللانكشاير. هو في ناس ما تعرفوش، بس بصراحه لما تجربوه هتحبوه جدا، هتفضلوه عن الغريبه وعن البيتي فور. خلصنا كده زي ما انتم شايفين. وصلنا ليه؟ هنضيف نص كوبايه النشا. والنشا ده اساسه ليه؟ علشان هو اساسا اساس البسكوت ده النشا، فبنضيف له نص كوبايه النشا.
وهنفضل نضرب كده زي ما انتم شايفين لحد ما نشرب النشا في العجينة بتاعتنا. كده اخدنا اول كوبايه من الدقيق. طبعا احنا قلنا ايه، انتوا شايفين 3 بولات قدامكم فيهم دقيق، بس ال3 بولات دول هما كوبايتين بس. اهي تاني بوله اهي، يعني ال3 بولات هما كوبايتين بالمعيار بتاعي اللي انا عايرت بيه السكر والسمنه والنشا. وهنضرب بالمضرب بعد ما ننزل بالدقيق. طبعا احنا ما ضربناش قوي لان احنا مش عايزين نعجنها. هنيجي بقى للبيكنج باودر. انا بفضل الكيك شيف. هنضيف نص معلقه، بس نص معلقه كبيره، ما تكتروش عن كده عشان ما يفرش معانا ويشق، واحنا طبعا مش عايزين يشق. نص معلقه كبيره بس من الكيس. وهنقلب بالمعلقه كده، هنشربه بالمعلقه. لو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وان شاء الله هقدم لكم حاجات ان شاء الله هتعجبكم. ده باقي كوبايتين بتوعنا. طبعا انا ما ضفتش الدقيق علشان طبعا في دقيق زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات قبل كده ان في دقيق بيشرب السوائل، فبخلي نسبة من الدقيق ما بضيفهاش كلها. ولما بحس ان العجين بتاعي عايز دقيق تاني بضيف له الدقيق، بس انا كده الكوبايتين بتوعي العجين هياخدهم كلهم. وهنقلب كده بالمعلقة. طبعا احنا مش بنعجن ولا بنضرب، احنا بنقلب، عايزين نشرب الدقيق بس بالمعلقة كده بس. هي عجينة سهلة جدا والمكونات بتاعتها سهلة جدا، قريبة من عجينة الغريبة شوية، بس الفرق ان احنا بنضيف البيكنج باودر والنشا. طبعا هنلمها بايدينا كده، هنلم نلم نلم كده في العجينة بتاعتنا، وبنضيف لها بيض. الغريبة طبعا بتبقى 3 مكونات بس والفانيليا زيادة، انما دي مكوناتها اكتر لان هي هتدي معانا كمية واحنا عايزين نفش. هي تبقى فيها نفشة بس مش النفش اللي في دماغكم، عشان تديني الشكل اللي انا هقدر اشكله. طبعا خلصنا العجينة بتاعتنا، هنسيبها في التلاجة حوالي 10 دقايق، وبنطلعها بعد 10 دقايق ونبتدي هنشكلها زي ما انتم شايفين كده قد حبة البندقة بالظبط. متكبروش عن كده، احنا عايزين الشكل بتاعنا صغير وشكله جميل زي ما شايفينه في الاول. شايفين حجمها قد ايه، ولازم كله يبقى حجم واحد قد حبة البندقة. لقيناها اكبر شوية بنقلل منها حبة، لقيناها اصغر بنزودها حبة. وما نعجنش واحنا بنكورها. هي لفة بسيطة ونحطها مكانها، هي تشكل نفسها بعدين. اهو هنكور الكمية بتاعتنا كلها، وبعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفين كده لازم نسيب فراغات بين كل واحدة وواحدة عشان حجمها يتضاعف. هنبتدي ان احنا نضيفها في الفرن. فهنسخن الفرن بتاعنا الاول على درجة حرارة عالية، وبعدين هنخليه على درجة حرارة 140، يعني الحرارة متوسطة. مش عايزين النار عالية جدا لان الحرارة العالية مش هتسويه من قلبه. ده طبعا شكله في الفرن بعد ما استوى، وده شكله بعد ما طلع. انتوا شايفين احنا كنا مكورينها ازاي، بقى شكلها ازاي. ده شايفين الشكل بتاعها. وطبعا اللي انا هبتدي بعد الخطوة دي ان انا عايزة ان انا اجيب كل 2 والزقهم على بعض كده. دي الخطوة التانية بتاعتي. شايفين القلب بتاعه، طبعا القلب مستوي معايا وزي الفل زي ما انتوا شايفين. ليه؟ طبعا لان انا مظبطه العجينه بتاعتي ودايبه زي ما انتوا شايفين كده، ومظبطه كل حاجه. طبعا انا خلصت الكميه بتاعتي كلها، ودي انتوا شايفين التسويه.
طبعا هجيب مربى فرماسيه الوان، فرماسيه شوكولاته البني، وجوز هند، اي حاجه تفضلوها ان انتوا تستطعموا بيها او تحبوها ان انتوا تاكلوها. طبعا هنجيب قطعه واحده وهنضيف عليها مربى. وعلى فكره يفضل مربى المشمش، انما انا استخدمت مربى التين هنا اللي كانت موجوده عندي. طبعا بحط المربى بزودها حبه لان انا عايزه المربى تطلع من الجناب، وبجيب قطعه تانية وبحطها عليها وبنزل الف لفه كده، وزي ما انتوا شايفين انا عملتها قدامكم ازاي اهو. بحط حبه مربى واجيب القطعه التانية والزقها فوق المربى واضغط عليها سنه بسيطه، هتلاقيها طلعت المربى من الجناب اهو. هبتدي الف حوالين المربى كده بالفرماسيه او بالجوز الهند، اي حاجه تستحبوها. وده شكلها. هنعمل واحده كمان بالفرماسيه البني اهو. هنحط مربى على قطعه واحده ونجيب قطعه تانية فوقها ونلزقها. الفيديو ده مسجل يا حلاوة. ممكن نستخدم الشوكولاته، نسيح الشوكولاته برضو ونضيفها ونلزق بيها او نسقط فيها زي ما انتوا تحبوا. السنه اللي فاتت انا كنت ضايفه لها شوكولاته. شايفين شكلها؟ شكلها جميل وصغير، لا نفش مننا ولا شقة ولا جراله اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده شكله جميل ويجنن. شايفين الشكل بتاعه؟ حاجة شكلها جميل كده. وكل سنة وانتوا طيبين، ويعود عليكم الايام بخير، ويا رب يا رب يجعل ايامكم كلها سعادة وفرح ورمضان كريم.